في ناس لما بتسمع كلمة سكر بتقول انا قطعت الفاكهة خلاص وبقت ممنوعة تماما، لكن السؤال الحقيقي امتى نقدر ناكل فاكهة وامتى نقدر نوقف؟ وايه الفاكهة اللي ممكن تكون مسموحة وقد ايه وناكلها امتى؟ خليني اقول لك ان الفاكهة مش عدوة، بس لازم تعرف ان في فروق كبيرة جدا بين كل نوع والتاني. هقول لك مثال، عندنا لو كلنا كمية عنب بصورة زيادة دي هتعلي السكر، لكن في فاكهات تانية لو كلنا منها ثمرة او 2 أو 3 على مدار اليوم بتكون الدنيا متظبطة وملهاش تأثير سلبي على السكر زي الموز والتفاح. وانت عارف ليه بقى الكلام ده؟ لان كل فاكهة ليها المؤشر الجلايسيمي بتاعها، ودي عبارة عن درجة سرعة امتصاص السكر من الاكل. يعني الفاكهة اللي فيها الياف ومية اكتر دي بتعلي السكر ولكن ببطء، زي التفاح والكمثرى والجوافة. علشان كده بنسمي التفاح بقشره ملك فواكه السكر، لانه بيدي طاقة وبيشبع وكمان بيرفع السكر لكن ببطء. كمان طريقة الاكل هنا بتفرق، الفاكهة الكاملة احسن بكتير جدا من العصير، وطبعا مش هناكلها لوحدها على معدة فاضية، لازم ناكلها مع الوجبة او بعدها بساعة. لكن هقول لك المعلومة المهمة، المراقبة. جرب تقيس السكر قبل وبعد ما تاكل نوع الفاكهة اللي انت بتحبه، وشوف ساعتها جسمك ممكن يقول لك ايه. ولازم تعرف ان دي اسمها التغذية الموجهة لجسمك. طب احنا بقى بنعمل ده كله ليه؟ علشان صحتك تستاهل انك تركز عشانها، ودكتور سكر دايما معاك علشان صحتك.